دخلت عند ابونا، خبطت الباب. سلام عليكم يا ابونا. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ قلت له ابونا بصراحه انا عايز اعترف. طب يا حبيبي قول عايز ايه؟ قلت له يا ابونا انا عملت 1 2 3 4. قال لي طب دي مشكله كبيره. قلت له ايوه يا ابونا ايه الحل يعني؟ قال لي مفيش حل، اجره الخطيه موت. يا ابونا ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت فعناش على الموضوع ده. قال لي اجره الخطيه موت وانت هتموت، انا احب ابشرك ان انت هتموت. قلت له يا ابونا اصحابي ما قالوليش كده، انا الناس كلها قالت لي انا هخبط عليك الباب وانت هتقرا لي التحليل وتحط الصليب على راسي وهطلع والدنيا تبقى مبسوطه. قال لي مين يا حبيبي الله اللي قال لك المعلومتين دول؟ احنا هنغير في كلام ربنا؟ الكتاب المقدس بيقول ان اجره الخطيه هي وانت لازم. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي انت هتموت، ملهاش حل تاني. طب يا ابونا اموت ازاي؟ انا مستني اموت. يقول لي خلاص احنا باذن الله بكره الصبح هنموتك انت وتقريبا 30 واحد داخلين الكنيسه برضه بنفس خطيتك هيموتوا معاك، يلا مذبحه. قلت له تمام يا والمعلم. فيروح مجبز للمعلم يقول له لم لي العالم البايظه دي كلها، هات الواد الزاني اللي هناك ده، والبنت دي امبارح قالت لي ان انا مش عارف كنت بعمل ايه، والواد ده كذاب، وقفهم لي طابور هنا انا هموتهم. وابونا يطلع على المسبح، مسبح احنا نخش جوه هننام، والراجل هيطلع السكينه ويعمل ايه؟ يذبح. يروح المعلم فازز ابونا ويروح شاكه، الحق يا ابونا الحق. ايه بورو انت؟ فابونا يتصامر يقول دي النصيبه السوداء، في كبسه داخله علينا. ده مين ده؟ قال له ده ملك الملوك ورب الارباب داخل من هناك من باب الكنيسه قدام بالخبز والخمر وداخلين يقدموه وداخل علينا. يقول طب نعمل ايه؟ ده انا عندي شويه عيال عايز اذبحهم. يخش يقف قدام ابونا، فابونا يقف قدام الخبز والخمر ويروح باصص لكل واحد محكوم عليه في الموت ويروح قايل ايه؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، اسمعنا وارحمنا. ويروح الخورس بقى شغال ايه؟ كيريا ليسون كده. ويتم الاعلان عن ان في واحد هيموت بدل مين؟ كل البني ادمين اللي قالوا لابونا امبارح ان هم ايه؟ اخطأوا. ده اللي مش باين لنا، لكن اللي بيبان لينا ان ابونا بيعمل ايه؟ يقرا التحليل وانت ايه؟ غفرت خطاياك. لكن في حقيقه الامر الموضوع فيه موت وحياه وفيه تنفيذ، ولازم فيه